السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة اللي فاتت كنا شرحنا الاوتوماتيك ريبيتد سايكل وحطينا عليها الاضافات بتاعة الامان. النهاردة ان شاء الله بإذن الله هحط اضافة جديدة الا وهي الالكتريكال كاونتر، اللي هو ان انا يبقى في عندي عداد. العداد ده وانس ان هو وصل للقيمه اللي انت حاططها اللي هي البريسيت فاليو، بيبتدي ان هو يطلع اكشن علشان خاطر يفصل العمل بتاع الاوتوماتيك ريبيتد سايكل اللي احنا شغالين بيها. طيب يعني مثلا عايزين تطبيق على الكلام ده. لو انت مثلا عندك فيه روبوت، الروبوت ده بيبتدي ان هو مثلا يلحم فيه بوردة، فانا والله مثلا عايز الروبوت ده يلحم 10 نقط او يلحم 5 نقط. فانا ببتدي ان انا احط عندك هنا كاونتر يبتدي ان هو يعرف والله البيستون بتاعك ده نزل تمام وطلع ونزل وطلع كام مره، علشان خاطر اتاكد ان هو فعلا لحم الخمس نقط اللي موجوده عندك في البورده ولا لا. وبالتالي وانس ان هو واصل للرقم 5 مثلا اللي انت حاطه كبريسيت فاليو، بيبتدي ان هو يعرف الكنترولر انا والله خلاص خلصت ومحتاج ان انا اعمل اكشن جديد في بورده جديده. هي دي الفكره بمنتهى البساطه، ان انا يبقى في عندي تمام كاونتر يعرف والله الاسطوانه بتاعتي راحت وجت كم مره. طيب تعالى كده نشوف الدايره بتاعتنا دي ماشيه ازاي. اولا هنبتدي بالجزء بتاع نيوماتكس. الجزء بتاع النيوماتكس سهل قوي بسيط. عندك هنا في اسطوانه دبل اكتنج، عندك في فلو كنترول وذ تشيك علشان خاطر اتحكم في السرعه، عندك في بين دايركشن كنترول فالف اللي هو عباره عن 5 على الاثنين، وبيتم تفعيل البوزيشنز بتاعته عن طريق 2 كويل، واحد للاكستنشن والتاني للريتراكشن، والخمسه على الاثنين ده باي ستيبل، يعني مفيش عندك سيستم بتجيب لك وضع معين لما تشيل الاكتويشن سيجنال. كمان عندك هنا في 2 بروكسيميتي سنسورز، الاثنين دول نورمالي اوبن، واحد عندك عند بدايه المشوار بتاع الاكستنشن والتاني عند نهايه المشوار بتاع الاكستنشن. طيب ده كلام جميل قوي. تعالى بقى نشوف اصلا الكهرباء بقى ايه شغاله ازاي. دي حضرتك كده بقى دايره الكهرباء بتاعتنا. تعال نشوف كده الدنيا ماشيه ازاي، وتعالى نشوف الكاونتر بتاعنا ده هيعمل ايه. مبدئيا انت عندك شويه بيزكس احنا متفقين عليها تمام، مش هنغيرها. ايه هي؟ ان انت في عندك هنا تمام الزرار النورمالي اوبن بتاع الستارت، عند حضرتك هنا في الزرار النورمالي كلوز بتاع الستوب. ستارت والستوب دول انا عاملهم مانوال على فكره، دول ممكن يبقوا كونديشنز جايه من عمليه تانية بتبتدي ان هي تسلم العمليه بتاعتي دي، فيكون عندك الستارت والستوب دول هي اشارات جايه اوتوماتيك، مش انا اللي بدوس على زراير يعني تمام. ولكن هنا انا حاططها ان هي زراير، فعلشان خاطر الموضوع توضيحي مش اكتر، وليس جزء من خط انتاج او ماشين تمام. فادي عند حضرتك هنا زرار الستارت، زرار الستوب. بعد كده حضرتك في ايه؟ عندك هنا في ريلي اللي هو بتاع الاوتوماتيك تمام. طيب حضرتك انا عملت اللاتش بتاعتي، خدت عندك هنا نقطه مفتوحه من ريلي الاوتوماتيك وعملت عليها تمام، عملت باي باس على الزرار بتاع الستارت، وبالتالي اول ما ده هيلقط تمام هيفضل التيار الكهربي معدي ورايح للريلي بتاع الاوتوماتيك تمام. عندك ايه تاني؟ عندي نقطه مفتوحه من ريلي الاوتوماتيك بتبتدي ان هي تسلم تمام الاي 0 ده اللي هو البروكسيميتي سنسور بتاع بدايه مشوار الاكستنشن تمام كده. وبعد كده البروكسيميتي سنسور ده بيبتدي ان هو يلقط عندك مين يا فندم؟ الريلي بتاع الاكستنشن. طيب وانس انا عندك هنا ريلي ده بتاع الاكستنشن ابتدى ان هو يلقط، هيبتدي يقفل لي النقطه المفتوحه دي وبالتالي ينزل كهرباء على سولونويد الاكستنشن تمام. احنا بنعيد كلام احنا اوريدي عارفينه تمام. وانس ان عندك هنا النيكل رود فتح للاخر، يبتدي يلقط عندك الاي 1. الاي 1 ده هيلقط عندك الريلي بتاع الريتراكشن، وبالتالي النقطه المفتوحه من ريلي الريتراكشن تلقط عندك السولونويد بتاع الكويل بتاع الريتراكشن، وبالتالي يحصل عندك هنا عمليه. يبقى اذا الاوتوماتيك سايكل انت اوريدي عارفها وما عندناش فيها اي مشكله خالص تمام. طيب ايه الاضافات بقى اللي زادت علينا؟ الاضافات اللي زادت علينا ان انا اصبح في عندي كومبوننت زياده اسمه يا فندم اسمه الكاونتر، اسمه العداد. الحقيقه ان الكاونتر ده تمام بيبقى يعني كسيمبوليك طالع منه 3 طرف. خلاص كده. طيب الطرف الاولاني اللي عندك هنا ده هو يعتبر ايه يا فندم؟ بيعتبر عندك كانبوت تمام. ده داخل عندك هنا للكاونتر، وحضرتك البالسز اللي هتجيله كل ما تجيله بالس من الانبوت دي يبتدي الكاونتر عندك هنا ان هو يزود عد.
طيب حضرتك انا واخد تمام البالس دي جايه منين؟ الحقيقه حضرتك كل ما الريلي بتاعي ريتراكشن يبتدي ان هو يلقط تمام، انا واخد عندك هنا نقطه مفتوحه، وبالتالي النقطه المفتوحه دي هتبتدي ان هي تقفل، وبالتالي تجيلك عندك هنا بالس تخلي الكاونتر عندك هنا ده كاونتر اب بالمناسبه، يعني بيعد عندك على فوق، وبالتالي هتبقى عندك هنا الكاونتر بتاعنا ده هيبتدي ان هو يزود عده لفوق. تمام كده؟ يبقى اذا دي عندك هنا اول حاجه. هتلاقيني بقى عملت حاجه مهمه جدا، هتلاقيني حطيت عندك هنا توجل سويتش تمام، يعني اللي هو ادوس عليه يفضل محتفظ بالوضع بتاعه، ولكن هذا التوجل سويتش اللي انا استعملته زي ما حضرتك شايف كده هو نورمالي كلوز، على طول قافل، وبالتالي تمام في الوضع الطبيعي عادي جدا والكاونتر عندك شغال، كل ما هتجيلك البالس هيعديها. انما حضرتك انا ممكن تمام اعمل ايزوليشن للكاونتر بتاعي، يعني ممكن اعزل الكاونتر بتاعي ده عن الدايره عن طريق ان انا ادوس على هذا التوجل سويتش، وبالتالي افتح الانبوت سيجنال اللي هي البالس اللي جاي للكاونتر بتاعك، وبالتالي اخليه يبطل عد واخلي الدايره شغاله اوتوماتيك خلاص من غير ما يحصل الاكشن بتاع الكاونتر. هو ايه اصلا الاكشن بتاع الكاونتر؟ انت حاطط عندك هنا في بريسيت فاليو اللي هي الرقم اللي انت عايز توصله. وانس ان حضرتك الكاونتر ده وصل لهذا الرقم بيبتدي عندك الكاونتر ده يطلع اوتبوت. طيب هطلع الاوتبوت بتاعي ده على ايه؟ بطلع الاوتبوت بتاعي ده على تمام ريلي زي ما حضرتك شايف كده، ده كويل ريلي انا مسميه الكاونتر ستوب، واخد عند حضرتك هنا نقطه تمام مقفوله من هذه الريلي، وبالتالي حضرتك لو انت البريسيت فاليو وصلت عندك هنا للقيمه اللي الكاونتر عد لحد ما وصلها، يعني مثلا انا حاطط 10 هو عدى 10 عدات، بيبتدي ان هو يطلع خرج على هذه النقطه، يبقى اذا النقطه دي بيطلع عليها خرج، يبقى اذا الكويل بتاع الريلي ده بيلقط، يبقى اذا انت عندك هنا في هذه النقطة المقفولة هتبتدي ان هي تفتح، وبالتالي الاوتوماتيك ريلي هتبتدي ان هي تفصل، وبالتالي النقطة دي هتفتح، وبالتالي انا كده هخلي الدايرة بتاعتي تبطل تعمل السايكلز بتاعتها. يبقى اذا خلي بالك معايا وانت في الاول طول ما عندك هنا الكاونتر مش محقق الشرط بتاعه، هتلاقي ان النقطة دي خلاص هي نقطة مقفولة، وبالتالي هيعدي عادي جدا التيار من خلالها، وبالتالي يلقط الريلي بتاع الاوتوماتيك. وانس ان حضرتك الكاونتر وصل للشرط اللي انت حاطه، هيبتدي ان هو يطلع الاوتبوت بتاعه، وبالتالي النقطة دي هتفتح، وبالتالي هتفصل الدايرة بتاعتي. فدي نقطة مهمة جدا. طيب لو انا عايز اشغل الدايرة بتاعتي اوتوماتيك بقى من غير ما تعد ولا وجع دماغ، لو انا عايز اعمل الشرط ده بدوس على التوجل سويتش بتاع الكاونتر ايزوليشن، وبالتالي هطلع الكاونتر بره الموضوع خالص، وبالتالي تمام الريلي دي عمرها تمام ما هتلقط، وبالتالي هتفضل دايما النقطة المقفولة مقفولة وتعدي التيار الكهربي. خلاص كده تمام. طيب حضرتك الكاونتر بتاعنا ده وصل للكونديشن اللي انت حاطه، يعني مثلا لو انا عايزه يعد 5 عدات ووصل ل5 عدات وعمل الاكشن اللي انت عايزه، لو انا عايز اعمل ريست للكاونتر بتاعي، هنا بتيجي البنايه الثالثه اللي حضرتك شايفها اهو، ده حضرتك زي ما انت شايف كده ايضا هو عباره عن ايه يا فندم؟ هو عباره عن بوش بوتون. تمام، البوش بوتون ده بدوس عليه فبتبتدي عندك هنا البالس دي تخش عندك على الكاونتر بتاعك وتخليه يعمل ريست تمام، ويبتدي ان هو يعد من الصفر مره تانية. طب حاجه كمان انا عاملها في الموضوع بتاع الريست ده، وانس ان حضرتك هنا مشغل الدايره بتاعتك دي بشكل اوتوماتيك، انا حضرتك عامل ايه يا فندم؟ واخد نقطه مقفوله من الريلي بتاع الاوتوماتيك، فوانس ان الريلي الاوتوماتيك ده لقط، اذا النقطه المقفوله دي هتبتدي ان هي تفتح، وبالتالي حضرتك ما تعرفش تعمل ريست الا لما الدوره الاوتوماتيك دي يحصل لها ايه يا فندم؟ تخلص خالص. تمام، يبقى اذا لما حضرتك الكاونتر ده يوصل للكونديشن اللي انت عايزه، ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي عندك هنا تمام ان هو يطلع الخارج بتاعه على الكاونتر ستوب، الكاونتر ستوب دي هتبتدي ان هي تفتح لي هذه النقطه المقفوله، وبالتالي الاوتوماتيك لاتش هينهار، وبالتالي الريلي دي تمام مش هتفضل ملقطه، وبالتالي هذه تمام ماشي النقطه اللي موجوده عندك تمام تقدر ان انت تستعملها علشان خاطر تعمل الريست اللي انت عايزه. تمام كده، يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا. يبقى طول ما عندك هنا هذا الريلي مش ملقط، طول ما عندك هنا هذه النقطه ستظل مقفوله، وتقدر حضرتك تعمل ايه؟ تعمل الريست بتاعك. خلاص فهمت الحته دي؟ طيب حاجه كمان موجوده عندي
مهمه جدا ان انا اقدر اعمل بوز للدايره بتاعتي. ازاي الكلام ده؟ حضرتك انا هنا حطيت ايضا تمام توجل سويتش زي ما انت شايف كده، تقدر تعمل منه بوز. اقدر ان انا اوقف مثلا العدد بتاعي، انا مثلا محتاج اعمل 10 سايكل، اقدر اجي عند السايكل السادسه مثلا وادوس بوز. ازاي الكلام ده؟ بان انا عندك بفصل الباور تمام اللي رايحه عندك عند مين يا فندم؟ عند الريلي بتاعه الاكستنشن. تمام. حضرتك كل الشغل اللي فوق ده بيكون ملقط، يعني حضرتك الزرار اسف النقطه المفتوحه بتاعه الاوتوماتيك بتبقى مقفوله، وعندك هنا النقطه بتاعه الاي 0 اللي هي جايه لك من البروكسيميتي سنسور بتبقى مقفوله هي كمان. فالفرع ده الكهرباء جايه لحد الزرار بتاع البوز. لو انا فتحت زرار البوز خلاص الريلي عندك هنا اللي هو بتاع الاكستنشن مش هيلقط خلاص. فكل حاجه عامله ستيدي تمام وريدي ومستنيه ان انت بس ايه تدوس جو، يعني تخلي عندك هنا زرار البوز ده يبقى عندك هنا مقفول علشان خاطر يعدي التيار الكهربي بتاعي. فاذا دي طريقه مهمه جدا علشان خاطر تعمل بوز للكاونتر بتاعك. طيب يلا بينا بقى نعمل سيميوليشن للدايره بتاعتنا ونشوف فعلا الكلام ده شغال ولا لا. طيب مبدئيا كده هل ينفع اعمل جوج؟ تمام ينفع اعمل جوج، بس معلش انا عايز اوري حضرتك بس حاجه. الكاونتر ده مظبوط على كام؟ الكاونتر ده مظبوط على 10 عدات. تمام اهو. هل ينفع اعمل جوج يعني اجرب عندك هنا سايكل واحده بس؟ فاذا هدوس اهو مره واحده، راح جاي الراجل ده طالع تمام وراح جاي راجع عادي جدا مفيش مشكله، وبالتالي عدلك ادي عده واحده. طيب ينفع اعمل عده كمان اهو، ادي جوج ثانيه تمام. الراجل طلع وهو راجع تمام. الريلي عندك هنا بتاع الريتراكشن بيبتدي ان هو يلقط تمام البلصايه تمام دي، وبالتالي الكاونتر عندك هنا ادي عده كمان. طيب هل ينفع اعزل الكاونتر بتاعي؟ انا عزلت الكاونتر اهو واعمل جوج من غير ما يعد. تعالى جرب كده يا اسطى اهو تمام. عمل عندك هنا جوجايه تمام ولسه العدد موجود عندك كام؟ 2 تمام. ينفع اعمل جوج كمان مره اهو طلع عادي جدا والعدد ايضا موجود عندك ايه؟ 2. جميل جدا، كلام جميل قوي تمام ومحترم جدا. طيب هل ينفع اخلي السايكل بتاعتي دي تبقى اوتوماتيك؟ هدوس عندك هنا على الزرار بتاع الستارت تمام. هيبتدي يعد من ساعه ما وقف 3 4 اهو 5 تمام 6 7 8 9. اول عندك هنا ما هيوصل ل10 تمام. ايه اللي هيحصل؟ الريلي ده هيبتدي ان هو يلقط على طول. وانس ان الريلي لقط على طول النقطه النورمالي كلوز اللي هنا فتحت، وبالتالي ضيعت اللاتش بتاع ريلي الاوتوماتيك، وبالتالي الدايره عندك هنا وقفت كاني دوست ستوب بالظبط. خلاص كده كاني دوست ستوب بالظبط. طيب وانس انا حضرتك الريلي بتاع الاوتوماتيك ده فقد التلقيط بتاعه، اذا هذه النقطه اللي موجوده عندك تمام اللي هي مين يا فندم؟ اللي هي النقطه النورمالي كلوز دي هتفضل مقفوله زي ما هي. تقدر حضرتك تدوس ريست؟ اقدر ادوس ريست، وبالتالي العدد هيرجع صفر مره ثانيه. هنا 10 اهي، لو انا دوست عندك هنا على ريست الرقم رجع عندك هنا كام يا فندم؟ رجع عندك الى 0. طيب وانا شغال في الاوتوماتيك، بص معايا اهو، وانا شغال في الاوتوماتيك تمام، هل اقدر اعمل ريست؟ ما اقدرش اعمل ريست. ليه؟ لان حضرتك هنا تمام الريلي الاوتوماتيك شغال، اذا النقطه المقفوله دي بتفتح، فانا مهما ادوس عندك هنا على ريست ما اقدرش اعمل الكلام ده. خلاص كده هو هنا عدى كام؟ 6 7. ينفع اعمل بوز؟ عملت بوز تمام، وقف عند 8 اهو، عمل بوز وقف عند 8 عدات. اول لما حضرتك ما ارجع تمام وضع البوز الى الوضع المقفول هيعد 9 تمام ويوصل الى 10، وبعد ما يوصل 10 تعمل كاونتر ستوب ريلي تبتدي ان هي تلقط، وبالتالي تضيع لي اللاتش بتاع الاوتوماتيك ريلي. تمام كده. اذا انت عرفت الشغل بتاع الكاونتر اهو ماشي ازاي، وليه استخدامات كتيره جدا. وكل ما تعوز تعرف عدد حاجه، سواء مثلا في التغليف والتعبئه، سواء في اللحام، سواء تطبيقات كتير جدا حضرتك محتاج تعرف البيستون طلع وراجع كام مره تمام، فانت كده تقدر تعمل دايره الكاونتر بمنتهى الشياكه والبساطه. اتمنى تكون استفدت. اقابل حضرتك ان شاء الله في فيديوهات اخرى. السلام عليكم.